انت عمال تسكرول وتقلب في اخبار وصور وفيديوهات وسايب اللي انا محضراه وعايزه اقوله لك من بدري، مع انه والله حلو وسخن وبسمسم. تعرف ان شهر رمضان ليه نشيد وطني؟ والله زي ما بقول لك كده. بص يا سيدي، الاغنيه اللي شغاله في الخلفيه دي هي النشيد الوطني لرمضان. رمضان جانا وفرحنا به. ايوه زي ما سمعتوا كده، اغنيه رمضان جانا اللي غناها المطرب الشعبي محمد عبد المطلب، وكتب كلماتها حسين طنطاوي ولحنها محمود الشريف. الاغنيه دي اتسجلت لاول مره في الاذاعه المصريه سنه 1943، وكانت تكلفتها وقتها 20 جنيه، وعبد المطلب خد منهم 6 جنيه بحالهم. ولما دخل التلفزيون مصر في اوائل الستينات قال لك مش معقول رمضان يكون ليه نشيد ومفيش ليه فيديو كليب، فقاموا جابوا عبد المطلب وصوروا الاغنيه في استوديو وهو بيغني وحواليه شويه اطفال فرحانين بالفوانيس. وبعد حوالي ربع قرن كده ومع تطور الامكانيات شويه، جه المخرج يسري غرابه وقال لك لا، لازم ندي الاغنيه دي حقها، ووقف في نفس المكان اللي انا واقفه فيه ده وقال لك احنا هنصور فيديو كليب تاني للاغنيه عشان تفضل عايشه معانا وتبقى النشيد الوطني لرمضان. وبما ان الاجواء النهارده في اول يوم رمضان كلها فوانيس واغنيه رمضان جانا، فاحنا يا دوب نسيبكم عشان نلحق الفطار، لان ريحه المحشي والبط ماليه الشوارع المصريه. وما تنسوش اننا كده وصلنا للنهايه، بس السخن والسمسم دايما في الحكايه. استنوني في حلقه جديده من حلو وسخن وبسمسم ورمضان كريم.